اهلا بيكم. معاكم سدة المنتهى في جولة جديدة وفيديو جديد عن شاطئ البروفاج. النهاردة قلنا نطلع كده نتمشى ونشوف الاجواء عاملة ازاي علشان اجازات نص السنة وكمان اجازة يوم الخميس. دي تقريبا اجازة عيد الشرطة، ومصر كلها عندها اجازة وناس كتيرة جدا هتنزل اسكندرية في الفترة ديت. فقلت بقى انزل اصور لكم كده اخبار الشواطئ واخبار الطقس معانا النهارده او الايام اللي جايه في اسكندريه. ما تنسوش بقى تدعموني بالاشتراك في القناه ولايك كتير 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 كتير. ويلا بينا دلوقتي نشوف كل التفاصيل عن شاطئ البروفاج. زي ما حضراتكم شايفين شاطئ البروفاج ده بيعتبر من اجمل الشواطئ اللي موجوده في اسكندريه. هو شاطئ سياحي. سعر التذكره فيه بتكون 25 جنيه. في شواطئ كتيره في اسكندريه اقل منه، في ب10 جنيه وفي ب15 جنيه. هو من الشواطئ السياحية اللي في اسكندرية اللي يعتبر ب25 جنيه. هو شاطئ زي ما حضراتكم شايفينه كبير جدا جدا. انا بصور لكم الصبح بدري. قدامه على طول فتح الله ماركت، وهنقول لكم برضو على معلومات كتيرة عن فتح الله ممكن تجيب ايه منه وانت قاعد على الشاطئ. شاطئ البروفاج زي ما قلت لحضراتكم يعتبر من اجمل الشواطئ في اسكندريه. مكانه فين شاطئ البروفاج؟ شاطئ البروفاج موجود امام شارع 45. النفق اللي لسه معمول جديد، وكمان معمول فيه مش شاطئ بس، ده هو كمان ممشى سياحي في قلب البحر. هنشوفه مع بعض دلوقتي وهنتمشى عليه من خلال الفيديو. الشاطئ زي ما قلت لحضراتكم سعر التذكرة فيه 25 جنيه. ده الممشى السياحي اللي حضراتكم شايفينه. الشمس ما شاء الله طالعة، الجو جميل جدا جدا. احنا دلوقتي نعتبر في نوة الغطاس، بقالها تقريبا 3 ايام معانا، لكن لغاية الان الجو ولا اروع. طبعا حضراتكم شايفين قدامكم السما صافية، الشمس طالعة، حالة البحر هادية جدا. تعالوا بقى مع بعض ندخل كده ونشوف مكان للعب الراكت مخصوص على شاطئ البروفاج. شاطئ البروفاج مخصص مكان لألعاب الراكت. ده زي ما حضراتكم شايفينه اللي مفروش بالرملة الصفراء، ده مكان للعب الراكت على شاطئ البروفاج. وكمان موجود على الشاطئ مباشرة في مكان مخصص للعب الراكت. اللي بيميز شاطئ البروفاج كمان ان هو موجود فيه كيدز اريا، وموجود فيه ألعاب للأطفال. طبعا حضراتكم سامعين صوت البحر جميل جدا جدا. شاطئ البروفاج بينقسم لكذا قسم. شاطئ البروفاج واللي حضراتكم شايفينه ده اسمه جزيرة الدهب، وشاطئ محمود سعيد، كلها تحت مسميات شاطئ البروفاج، وكلها سعر التذكرة فيه 25 جنيه للفرد. وشاطئ كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين. وكمان الشواطئ خلاص بدأت تستعد لأجازة نصف العام وأجازة أعياد الشرطة. كل سنة وانتم طيبين. ده الممشى السياحي اللي في قلب البحر اللي الناس كلها بتحب تتمشى وتتصور عليه وتاخد الصور التذكارية. مكان جميل جدا جدا، ومكان يعتبر يعني من اجمل الاماكن اللي في اسكندرية، اللي المفروض اي حد نازل اسكندرية يجي المكان دوت يتصور فيه، وكمان ينزل المية فيه، لان المية فيه هادية جدا، ومكان كمان امن جدا للاطفال، بالذات المكان اللي احنا واقفين فيه، لان هو يعتبر تحت الممشى السياحي او تحت الكوبري بالظبط. فالمكان هادي فيه، والمية كمان بتكون هادية فيه جدا وآمنة للأطفال. المكان ده اللي أنا بقول لحضراتكم عليه اللي هو بيكون آمن جدا للأطفال. حتى هتلاقوا معظم الأطفال متواجدة في المكان ده بالذات دلوقتي، هيظهروا وهم بيلعبوا في قلب المية. اسكندرية جميلة في الشتاء زي ما بقول في كل فيديوهاتي. تعالوا واستمتعوا بجو الاسكندرية قبل زحمة الصيف. اسكندرية مش بحر بس، اسكندرية فيها فسح كتيرة جدا. زي ما قلت لحضراتكم شوفوا انتوا عايزين ايه اصوره لكم في اسكندرية، وانا هنزل اصورها لكم. اكتبوا في الكومنتات شوفوا عايزين تعرفوا ايه عن اسكندرية وفسح اسكندرية. وكمان انا منزلة حلقات كتيرة جدا عن فسح اسكندرية الفترة اللي فاتت بأقل الاسعار. الله على صوت المية
الصبح بدري كده، لما تجيب كرسي كده وتقعد على شاطئ البحر وتستمتع بكل لحظة في اسكندرية في الوقت ده. بجد خيال خيال خيال. تعالوا بجد والله استمتعوا وانسوا هموم الدنيا مع بحر اسكندرية. دي جزيرة ميامي اللي حضراتكم شايفينها دي كلها، دي مرسى بقى لليخوت والمراكب، اي حد برضو عايز يتفسح في مركب او يأجر يخت او اي حاجات من ديت ده اماكن لتأجير اليخت والمراكب. دي بالظبط قدام خالد ابن الوليد، شارع خالد ابن الوليد. هنتمشى بقى، هنستكمل جولتنا كده مع الممشى السياحي اللي في قلب البحر اللي حضراتكم شايفينه ده مكان جميل جدا جدا. نسيت اقول لكم على حاجه مهمه جدا. في اول الفيديو كنت عايزه انوه عليها. فتح الله ماركت مش ماركت بس، لا، فتح الله ماركت فيه مطعم جوه للمشويات. مش بتشتري منه مباشره، لا، انت ممكن تجيب اللحمه معاك او الفراخ معاك نيه وبتدخلها المطعم وبتدفع بس تمن التسويه، وبتاخدوا الحاجه سخنه وبتنزل بها على شواطئ البروفاج وبتستمتع على البحر. يعني انا هبقى اعمل لكم فيديو مخصوص عن مطعم فتح الله بالاسعار كلها، وباذن الله اي حاجه هتكون فيها فايده او فيها تكلفه اقل للمصيفين انا هكون معاكم فيها. واي حاجه عايزين تعرفوها عن اسكندريه اكتبوا لي في الكومنتات، وانا عناية الاتنين لكل متابعين قناه مصايف وشواطئ اسكندريه مع سدرة المنتهى. اشوفكم بقى على خير في جولات كتيره جايه عن اسكندريه الجميله والمصيف واجازات نص السنه وكل حاجه حلوه عن اسكندريه باذن الله هنكون مع بعض فيها الفتره الجايه. سيبكم بقى كده تستمتعوا مع بعض كده بصوت البحر مع سدرة المنتهى في اسكندريه.